الاهلي السعودي يتعاقد مع فرانك رجليه. الاهلي السعودي مش بس عمل اقوى ميركاتو في السعوديه، ده الاهلي عمل اقوى ميركاتو في العالم. الاهلي الموسم اللي فات كان بيلعب في دوري الدرجه الثانيه في الدوري السعودي. المفروض ان الكوادر الاداريه اللي تكون في النادي تكون اقل بكتير من اللي في النصر والهلال والاتحاد، الفرق اللي كان السنه اللي فاتت بتنافس على الدوري اصلا. ولكن اللي انا شايفه قاعد مخليني مذهول، مدير التعاقدات في النادي جبروت، كل صفقه بيعملها بتكون الافضل في الدوري السعودي تما. اندي هو افضل حارس في الدوري، محرز هو افضل لاعب بيلعب بقدمه اليسرى في الدوري، الان سان ماكسيمان افضل مهاري في الدوري، السيده من سنتين بس كان كابتن الميلان، فيرمينو مش محتاج اتكلم عليه، ده ولسه الكتاب مفتوح يا صاحبي. طغيان وجبروت اقسم بالله من الاهلي السعودي، يستاهل والله. وانا سمعت خبر مهم قوي، ان هم هيأجروا ملعب الجوهره هيلعبوا عليه ماتش ودي مع فريق عربي عشان يقدموا صفقاتهم. لو بتفكر تجيب الاهلي المصري انت كده قررت تبوظ اللي بتعمله، ما تحركش لعيبتك مع الابطال يا صاحبي، حتى اي فريق تاني اعمل عليه سكور بدل ما يتعمل عليك سكور.